السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم جبت لكم طريقة كيف تغيروا شفرة كارت زراعات بنك من زراعات موبايل من تلفونكم بدون ما تروحوا على البنك وتغيروا الشفرة تبعتكم والرقم اللي بدكم اياهم بتحطوها. قبل ما نشوف الفيديو حبايبي تدعموني بلايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. هلا اول شي راح نروح على تطبيق زراعة موبايل من تلفوننا. بعد ما فتح معي راح احط الشفرة، وهلا راح نضغط على 3 شخط الموجودين في الاسفل، وهلا راح نضغط على كرت الرقم الخيار الثالث، وهلا راح نضغط بنقل كرت الرقم الخيار الثاني، وهلا راح نختار هذا الخيار، وهلا راح اختار كارت عيان لاراء الخيار الثالث، وهلا راح اختار الخيار الرابع اللي مكتوب عليها الشفرة. هون في حيطلع لنا 3 خيارات. اول خيار راح نكتب الشفرة اللي بدكم اياها اللي هي مكلفة من 4 ارقام، وراح نرجع نعيده بالسطر الثاني. اما السطر الثالث لو ورا كارت الزراعات موجود 3 ارقام، هذا راح نكتب هدول 3 ارقام بهذا الفراغ الثالث. هنا راح نجدد الشفرة تبع كارتي وارجع لكم تاني. بعد ما حطيت الشفرة الجديدة راح اضغط دوام، وبعد ما تظهر لي هاي الصفحة راح اضغط اونلاين الخيار الاول، وهيك بنكون جددنا شفرة الكارت. حتى ولو نحنا نسينا شفرة الكارت الزراعات فينا نجدده من زراعات موبايل بدون ما نحتاج نروح على بنك ونخسر وقتنا. لو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوا تدعموني باللايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد، فضلا وليس امرا.